ازاي تربط معلومات الدرس ببعضها، ازاي تربط الابواب ببعضها، ازاي يعني اللي هو يكون احسن وقت ليك في الانتاجية في المذاكرة، وازاي تذاكر صح، وازاي لو عليك تراكمات تقدر تلمها وانت ماشي في الجديد. كل الكلام ده هنتكلم فيه في الفيديو ده وباختصار شديد، وهتطلع منه ان شاء الله مستفاد. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تصلي على النبي. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. عاملين ايه؟ انا اسمي نور لو انت اول مرة تشوفني. النهاردة هنتكلم عن ازاي تذاكر صح وتربط معلوماتك ببعض، وبالاخص لو انت دروسك اونلاين، وطبعا لو سنتر في كلتا الحالتين. بص، اول حاجة انت بتشوف المحاضرة، سنتر بقى اونلاين، انا بتكلم عن الاتنين دلوقتي. انت بتشوف المحاضرة، تمام؟ معاك كشكولك بتكتب الحاجات اللي المستر بيقولها بشكل كروكي جدا، الحاجات اللي مش موجوده في الكتاب واللي المستر بيقولها. مش لازم بقى تبقى ماسك لي قلم احمر واسود وتنظمهم وانت في الحصه، انت كده بتشتت نفسك ومش بتبقى مركز، وبتبقى مستوعب بس 50% من اللي اتشرح. انا عايزاك كده تجيب كشكول قديم، كشكول واحد بس كده، كل المواد تاخده معاك في كل المواد تكتب فيه بشكل كروكي، تمام؟ يعني لو هو بطريقه عشوائيه عادي، بس تبقى انت فاهم اللي انت كاتبه، تمام؟ طب دلوقتي انا روحت البيت خلاص، انا كنت باخد درس سنتر، روحت البيت، وسواء بقى بتاخد اونلاين وقاعد خلاص خلصت المحاضره، تمام؟ يعني في الحالتين انت هتعمل ايه؟ انت خلاص الورقه معاك اهي اللي انت كتبت فيها بشكل كروكي، طلع كشكول اللي انت بتذاكر فيه اصلا وبتلخص فيه، ماشي؟ تفتح كتابك، هتبدا تربط الحاجات اللي انت كتبتها بشكل كروكي دي مع المعلومات اللي في الكتاب. هتربطهم ببعض بايه؟ بالخريطه الذهنيه. ايه الخريطه الذهنيه دي؟ يعني دي اسهل طريقه بالنسبه لي للتلخيص، وانت ممكن تشوف ناس كتيره قوي على اليوتيوب بيتكلموا عليها. انت هتتكلم عن العنوان الرئيسي، تمام؟ معادلات الحديد مثلا، تمام؟ وهتفرع طبعا اسهم، ومعادله الحديد دي بيطلع منها كذا وهكذا. يعني انت مثلا الدرس ما ياخدش منك اكتر من 3 صفح وش وضهر. لو خد منك اكتر من كده يبقى انت معلش مش ملخص، انت كده ناقل من الكتاب. حاول تربط النظري بالمعادلات، وسواء مثلا في الفيزياء النظري بقوانين، ربط كل حاجه ببعضها. انت مجرد ما هتربط كل المعلومات اللي في الدرس ببعضها وكل المعلومات اللي في الباب ببعضها، صدقني انت 99% من الاسئله انت هتعرف تحلها بكل سهوله، بالاخص في الاحياء، لان الاحياء هو اللي مثلا يبقى مثلا في باب الهرمونات وتلاقيه جايب لك حاجات مدعمه مربطها مع حاجات في الهرمونات، فاهمني؟ بعد كده طب انت بتنسى، خلاص ذاكرت لخصت عملت اللي عليك، انت دلوقتي بعد ما لخصت هتذاكر ازاي؟ هتقرأ الدرس قراءة سريعة بس بتركيز، يعني هتقرأ كده وانت مركز في كل كلمة، وهتعلم على الحاجات المهمة. كل الكلام ده احنا عارفينه وبنذاكر بيه من زمان، ماشي؟ بعد بقى ما لخصنا وذاكرنا، انا بحل وبحل غلط او مش بعرف احل اصلا، اعمل ايه؟ باختصار شديد جدا انت هتحاول تحل لوحدك مرة والتانية والتالتة. حل، بص لو قدامك 100 سؤال حل لهم غلط، المهم انك تحل، تمام؟ طب انا حليت ال 100 سؤال غلط، هعمل ايه؟ هتشوف حد بيحل الاول كتاب غير كتابك. يعني انت مثلا بتحل في كتاب الامتحان، هتشوف مثلا حد بيحل في كتاب الوارد، تفهم طرق الحل وهتجمع افكار اكتر من طريقه الحل والحاجات دي، ماشي؟ هتجمع افكار وهتبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي. هترجع تحل كل اللي انت حليته غلط ده تاني لوحدك، تمام؟ تبقى غلطت في نفس الاسئله تاني او غلطت في يعني في اسئله كتير، هنعمل كشكول كبير كده لكل ماده هنسميه كشكول الاخطاء. كشكول الاخطاء ده هتكتب الاسئله اللي انت بتغلط فيها في كل باب. يعني مثلا وانت بتراجع بعد ما تخلص الباب كده لازم تقعد مثلا يوم كامل مراجعه على الباب الاول مثلا، تمام؟ هتراجع على الباب ده، هتجيب كل الحاجات اللي مش فاكرها هتذاكرها، تمام؟ هتجيب كل الأسئلة اللي غلطت فيها في الباب دي من الكتاب ومن الامتحانات اللي امتحنتها في الدروس ومن الكوزات ومن كل الامتحانات اللي انت امتحنتها على الباب دي، هتجيب كل الأخطاء، تنقل السؤال والإجابة وليه الإجابة دي صح. صدقني الكشكول ده أنا كده بسميه كشكول الإنقاذ في المراجعة النهائية. أنت في المراجعة النهائية تبقى محتاج تراجع على كل الأسئلة اللي أنت غلطت فيها، لأنك هتغلط فيها تاني في المراجعة النهائية لو ما عملتش كده، تمام؟ هتبقى محتاج انك تراجع على كل الاسئله دي، بدل بقى ما تقعد تقلب في الكتب وتقلب في الامتحانات وتشوف انت كنت معلم على ايه. لا، انت معاك كشكول الاخطاء ده، تبقى لامم فيه كل حاجه انت كنت غلطان فيها. فده حرفيا لو عملت في كل ماده فانت معاك كنز، تمام؟ طيب انت دلوقتي شخص عايز الدرس يثبت معاك ومش يعني الدنيا برضو مش معاك قوي، طيب هتعمل ايه؟ بعد ما تسمع المحاضره وهتكتب المحاضره بشكل عشوائي زي ما قلت لك بس انت تكون فاهمه، هتربط المعلومات اللي انت كتبتها بالكتاب برضو زي ما انا قلت في اول الفيديو، ماشي؟ بعد ما هتربط المعلومات باللي في الكتاب، هتبدا ان انت اللي هو تعمل خريطه ذهنيه والتربيطات وكل الكلام ده. بعد كده هتبدا تحل زي نفس كل اللي انا قلته في الاول. بس كل اللي انا طالباه منك دلوقتي
انك تشد حيلك وتذاكر. تمام. يعني الجو بيجري مننا واحنا عايزين ننجز اكتر. معلش وقفت عشان كان في ثلاث كتاكيل يا ما ماما. علينا. دلوقتي انت مطلوب منك انك تشد حيلك وتشتغل بجد. صدقني مش هقول لك بقى ثانويه عامه هي نهايه المطاف وهي اللي بتحدد مستقبلك، لا ده ملهاش اي علاقه بمستقبلك. تمام. بس انا عايزه اقول لك ان انت ما تكسرش قلب اهلك. تمام. حتى لو هتدخل كليه انت عايزها مش هم عايزينها يا عم، ادخل الكليه اللي انت نفسك فيها كل الكلام ده، بس ما تكسرش قلبهم في المجموع. ما تخليه يعني بص في ثانويه عامه في دايما بيتين، بيت بيبقى مشغل اغاني وزغاريت والناس بتبارك له، والبيت التاني ده بيبقى كأن فيه عزا ومقفلين الشبابيك والبيبان وقافلين التليفونات وقافلين كل حاجه. فخليك انت البيت اللي مفرفش عشان ابنه نجح او الثانويه العامه اللي فيه نجح. بلاش نخليه البيت اللي عامل زي ما يكون فيه عزا. تمام. ولو انت محتاج اي حاجه ابعت لي انستا تليجرام واتس، انا برد على كله، كل اللينكات تحت في صندوق الوصف. وعملت قناه تليجرام للاسئله هحطها برضو تحت. بس كده والله بحبكم جدا وهفضل معاكم. وان شاء الله الناس المراكمه ومش عارفه تلم ولا عارفه تظبط وقتها، عملنا متابعه شخصيه وبسعر رمزي جدا برضو، عادي يدخل كلامنا واستفسر عنها، كل حاجه هتكون كويسه. بس انت ثق في ربنا ثم في نفسك وابدا. بس كده. سلام يا اصدقائي.